اخوان السلام عليكم. دائما انصح الناس بزراعة تمر صنف خضراوي مندلي، مو خضراوي عادي، لا وانما خضراوي مندلي. ليش؟ شنو الاسباب؟ اولا ان خلطة تنتج هواية فسايل. ثانيا اسعارها مناسبة، وهذا الشيء او هاي الميزة تفيد المزارعين اللي امكانياتهم بسيطة. هاي شغلة. الشغلة الثالثة، الرطب ماله طعمه رهيب، مو تجي انت تبيعه تمر يابس وتكبسه وتبيعه شلون ما كان. لا اخواني، هاي الطريقة انتهت، هاي الطريقة مال ايام زمان عوفوها. هسه تعالوا للتطور، العين تاكل. تردون تصدرون الاوروبي باوع هيج احلى، لو تمر مكبوس كيس مكبوس مثلا طبعا هيج احسن. زين. او حتى المواطن، يعني انت برمضان هيج احلى الناس تشتري رطب بارد مجمد، لو مكبوس تمر مكبوس طبعا هيج احسن. زين. هاي شغله. فلازم تصفطوه بهاي الطريقه، او تشوفوا لكم علبه انتم من تصميمكم وتصفطوه بطريقه حلوه يعني. واضافه لهالشي لازم تمرايه تشبه اختها، تمرايه بقد اختها. شوفوا كل تمرايه نفس اللي جواها، مو والله ها الفوق احطه شكل والجوا احطه شكل، لان ما يشوف المستخدم. والمستخدم بس هالمرة يشتري من عندك، بعد ما يشتري مني يشوف اكو غش. شوفوا اخواني، حتى الجوا نفس الحجم. زين. اني متأكد اذا سمتوا النخلة وكافحتوها وركزتوها ولقحتوها، والحاصل مالتها والتمر مالتها قصيتوه هو رطب وصفطتوه على هالطريقة، راح تبيعون بأسعار تناسبكم وتناسب المستهلك. واخواني، الترويج الاعلامي والاعلاني اهم من كل شيء. لازم نصور تمورنا الزينة ونصورها بطريقة احترافية، ونطق لها صورة وظلمة وما ادري شلونها. لا، مثل هاي الطريقة انا متأكد هواية راح يبحثون على فسائل خضراء ومندلي. ان شاء الله يفيدكم هذا الطرح، وان شاء الله تزرعون هذا الصنف ويشتهر عالميا ايضا، مو بس بالعراق. نجي ونكبس العلبة هاي. طبعا هاي العلبة هاي اللي بيها سر مهر، يعني بعد ما اذا تنفتح تبين وينحط بالبراد، انا متأكد راح يصير عليه شغل وسحب قوي. وتحياتي لكم جميعا، اخوكم علي الشيباني.